أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه ساتان سليفز. بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. بيبدأ الفيلم بوحدة بتكون متسطحة على التخت وعم تقرأ طلاسم غريبة، وبتروح بنتها لتشوف شو في بحساب أمها من إيرادات أغانيها، وبخبرها المسؤول إنه الحساب فاضي لأنه أمها من 3 سنين وقفت غناء. بترجع على البيت وبتتناقش مع أبوها بموضوع رهن البيت وعلاج أمها، وبيقول لأبوها إنه هو أنفق كل مدخراته مشان علاج أمها. بعدها بتسمع صوت جرس أمها وبتقول له لأخوها الصغير بوندي ليش ما عم يرد على الجرس، وبتطلع هي لعند أمها وبتاخد منها الجرس وبتسألها إذا جوعانة، فبتوقع الأم الصحون بإيدها وبتصير ترن الجرس بقوة وتصرخ وتطلع على السقف. والمسا بيجي توني الابن الأكبر وبيكون بعد دراجته وبيعطي المصاري لأبوه، ولما بيكون هو وأخته عم يحكوا بالمطبخ بترن أمهم الجرس، فبيطلع لعندها توني وبصير يسرح لها شعراتها وبيلاقيه عم يهر كتير، وفجأة بينفتح الشباك فبيقوموا بيسكروا وبيقلها بكرة بشوف لك علاج لمشكلة شعرك، وبيطلع. وبالليل بتكون البنت نايمة وبتسمع صوت جرس أمها فبتقوم وبتطلع لعندها وبتلاقي وحدة واقفة على الشباك ودايرة ظهرها، وفجأة بتصير الأم ترن بقوة وبتتفاجأ بنتها وقت تشوف هالشي وبتصحى وبيكون كله حلم. ولما بتصحى بتكون أمها فعلا عم ترن الجرس، بتطلع لعندها ولما بتفتح الباب بتلاقيها واقفة وبتطلع على التخت بتلاقيه فاضي، وفجأة بتندار أمها وبتفتح تمها وبتوقع، وبيجوا كلهم ليشوفوا شبهها وبتكون ماتت. تاني يوم بيدفنوها وبيسألوا الشيخ للأب إنه ما بيشوف عيلته بالمسجد، فبيقول له إنه هنن ما بيصلوا. واليوم يلي بعده بيخبرهم الأب إنه هو مضطر يسافر على المدينة ليأمن مصاري مشان ما يحجز البنك على البيت، وبيقولن إنه هنن صاروا كبار وبيقدروا يتدبروا أمورهم. ولما بيكون الأخ الصغير متسطح بغرفته بيقوم وبيصير يطلع على المقبرة من الشباك وبيشوف شخص حامل مصباح وعم يمشي بين القبور، وبيكون توني قاعد بغرفته وعم يسمع الراديو، وفجأة بيسمع صوت جرس أمه فبيروح على غرفة أمه، وأول ما بيفتح الباب بيوقع الجرس فبيخاف وبيرجع فوراً على غرفته. تاني يوم الصبح بيكون الأخ الصغير عم يتفرج على صور باللعبة، وهو عم يقلب فجأة بتظهر له صورة أمه، فبيوقع اللعبة من إيده وبيرجع ليتفرج. ولما بيكون إيان عم يعد على الحيط بيصير يسمع صوت دق على الحيط، وبيروح بيفتح الباب وبتكون جدته وبتعانقه. وبالليل بيكون توني مشغل الراديو وبتطلع غنية أمه وبيغير المحطة، وفجأة بترجع المحطة على غنية أمه، وبعدها بيصير يسمع صوت جرس أمه وبيسمعها عم تناديله باسمه وعم تحكي معه، وبصير يطلع خيال فبيشغل الضوء وكل شي بيختفي. وبيقوم إيان ليفوت على الحمام وبيفيق أخوه بوندي، بس ما بيرضى يقوم فبيروح لحاله، وهو واقف بيلاقي أخوه إجا لعنده. بعدين بيقوله لبوندي إنه خايف وإنه شاف أمه، فبياخد بوندي غطا ليحطه على صورة أمه، ولما بيزتوا على الصورة بيطلع لهم شبح بخوفهم وبصيروا يصرخوا، فبتجي أختهم لعندهم وبخبروها إنه شافوا شبح. يوم بيروح توني على قبر أمه وبيدفن الجرس على قبرها، وبتكون أختهم عم تتمشى مع هاندرا وبخبرها إنه يوم الجنازة شاف وحدة وبيعتقد إنها من سكان القرية. وبالليل رجع على قبر أمها ليفرز بعض الأشياء وما شاف حدا، ولسوء الحظ مر بعد كم يوم من جنب بيتهم وشاف المرة نفسها، وبيقلها إنه لازم يتركوا البيت بأسرع وقت. وبترجع على البيت وبتصير تدور على جدتها، وفجأة بتسمع صراخ أخوها وبتلاقيه جنب البير، وبيأشر لها على البير، ولما بتطلع بتلاقي جدتها بقلب المي. فبيجوا أهل القرية وبيطلعوها وبتكون ميتة وبيدفنوها، وبيكون بوندي بحالة صدمة من يلي شافه. فبتروح أختهم ريني لعند هاندرا وبتطلب منه ياخدها على المدينة، وبتروح لعند بوليدان وبتورجيه الرسالة يلي جدتها كتبتها لإله، فبيفوتوا لعنده وبيخبرهم إنه هو وجدتهم كانوا أصدقاء قراب كتير، بس بالنهاية تزوجت من زميله وجابوا ولد واحد ويلي بيكون أبوها. ولما تزوج أبوها من أمها ما باركت جدتها هالشي أبداً، لأنه أمها كانت فنانة وهالشي مو مقبول، واستغرقوا وقت طويل لحتى جابوا أول ولد. وبعد ما مرضت أمها لمدة 2 سنين اكتشفت جدتها شي، وإنه أمها ما كانت تدعو الله ليرزقها الذرية، فبتسأله البنت لكن مين ممكن يعطيها هيك شي، فبيقلها الشيطان، بمعنى إنه أمها كانت تعبد الشيطان وجدتها كانت مآمنة بهذا الشي. وقبل ما يمشوا بيقلها بوليدان لريني إنه ما حيقدروا ياخدوا حدا منكم إذا كنتوا بتحبوا بعض. وهن عم يتعشوا بيكون بوندي عم يتطلع بأخوه الصغير بشكل غريب، وبالليل وهن متسطحين بيشوف الأخ الصغير بوندي وهو عم يأشر له إنه بده إياه يموت، فبيخاف وبيدير وشه. بعدين بيقوم وبيمشي، ولما بيفتح الباب بيشوف شبح وبيركض، بيقوم بيعلق قميصه بالحيط، ومنشوف إيدين مرعبين عم يفتحوا الباب وفجأة بيتسكر الباب. وتاني يوم بتحط ريني غنية أمها، بس بيصير يطلع حكي مو واضح بصوت غريب. ولما بتفوت لعند بوندي ما بتلاقي إيان، وبتروح لتدور عليه، ولما بتطلع لبرات البيت بتلاقيه نايم بقلب صندوق فبتطلعه. وبعدين بيشوف توني المجلة يلي أخدها من بوليدان، وبيقلها إنه مكتوب فيها عن ست تزوجت من 10 سنين وكان عندها مشكلة بالإنجاب وبالأخير أنجبت طفل، وبيقلها إنه بالمدينة في طقوس لعبادة الشيطان يلي بترتبط بالخصوبة،
وبفهمها إنه الست يلي بتكون غير قادرة على الإنجاب بتنتمي لهي الطائفة وممكن يحصل الحمل بعدها، والطفل الأخير يلي بتنجبه لازم يتقدم كتضحية لهي العبادة لما يبلغ عمره 7 سنين. وبيقلها بركي أمهم كانت منتمية لهي الطائفة، وبيقلها إنه إيان بعد 3 أيام حيصير عمره 7، بس ما بيقدروا ياخدوه إلا إذا كانت عيلته متخلية عنه. بتقوله معناتها كيف رح ياخدوه منهم؟ فبيقلها بهي الحالة سيتم أخذه من الموتى الأحياء. بس ريني ما بتكون مصدقة كل هذا الحكي، ولما بتكون ريني عم تجهز الأكل فجأة بتسمع صوت جدتها، فبيجي الشيخ لعندهم وبتخبره بأنها شافت جدتها. فبيقول لهم إنه الموتى ما بيزعجوا الأحياء، وممكن يكون شي تاني بيستغل الأشخاص يلي بيحبوهم، وهو حيصلي ويدعي من شانهم. وبالليل بتتوضى ريني وبتلمح خيال، بتروح لتصلي وهي عم تصلي منشوف شبح أمها واقف على الشباك، ويان بغرفته بيشوف شبح أمه فوق أخوه. وريني بعد ما تخلص صلاة بتشوف الشبح، فبيروحوا كلهم بسرعة على بيت الشيخ. وتاني يوم الصبح بيقول لهم هاندرا إنه في مخلوقات أقوى من الجن ممكن تعمل هيك لتحصد النفس البشرية. وبيقول توني لريني إنه بالمقالة مكتوب بإنه النساء يلي بهي الطائفة ما بيكونوا مخصبين من أزواجهم، ولما بتسأله من مين بيقلها من أعضاء الطائفة نفسها. وبيعطيه بوليدان رسالة لهاندرا وبيقول له هي مقالتي الأخيرة، وإنه لازم يعطيها لريني قبل ما يفوت الأوان، وبيشرح له كل شيء. وبعد ما يروح وهو على الطريق بيعمل حادث وبيخبط بالشحنة وبيموت، وبياخدوه لعند أبوه على البيت وهن عم يفوتوه. توقع منه الرسالة على الأرض وبتشوفها ريني وبتاخدها وبيروحوا ليدفنوه. وبالليل بتقوم ريني لتسكر الشباك وبتلمح شبح لثواني وبيختفي، وفجأة شي بيشدها لبرا بس إخواتها بيساعدوها. وبهذا الوقت بيصل أبوهم وبيروحوا معه على البيت، وبعد ما يخبروه باللي صار بيقلن إنه يجهزوا أغراضهم لأنه بكرة حينتقلوا على المدينة. وبالليل بيكون توني أخذ إيان على الحمام، ولما بيفوت إيان بيتسكر عليه الباب وبصير توني ينادي لأبوه، فبيجوا لعنده وبيسكر أبوه الباب وبيلاقوا إيان عم يوقع بالبير، وبينط أبوه على البير وبيحمل إيان وبيتمسكوا بالحبل ليطلعوا، وبصير شبح الأم يطلع من المي. وبعدها بيشوفوا عالم لابسين أسود وحاملين شماسي وعم يمشوا باتجاههم، فبيسكروا كل شي وبيلاقوا الكرسي تبع الجدة عم يتحرك، وبتصير الأغراض تنرمى عليهم، وبينحبسوا بالغرفة وبيضل بوندي وإيان لحالهم برا، وبينفتح الباب عليهم وبيطلعوا لعنده. فبيعصب الأب وبيطلع لعند العالم يلي واقفين برا وبيقول لهم ما فيكن تاخدوا حدا من أولادي. فبيروحوا كلهم، وقبل ما يروحوا بيرش واحد منهم شي على الأرض. تاني يوم بيكونوا عم يضبوا أغراضهم ليمشوا، وبيقول لهم أبوهم إنه بس يصلوا على المدينة رح يطلعوا ليحتفلوا بعيد ميلاد إيان، وهن عم يستنوا السيارة لتيجي تاخدهم. بيجي لعندهم الشيخ وبتطلع ريني لتتمشى شوي، وبتلاقي الحبات يلي حطوهن الجماعة قبل ما يروحوا وبتاخدهم. وبصير الليل وبيكون السائق يلي بده ياخدهم عطلت سيارته وبيضطروا يضلوا بالبيت، وهن قاعدين بتنطفي الكهرباء. فبتقوم ريني وتوني ليشغلوا المصابيح، وبعدها بتروح ريني لتقرأ رسالة تبع بوليدان وبتلاقيها مكتوبة بعنوان خطة الشيطان لنشر بذوره. فبتروح وبتفيق توني وبتسأله إذا طارده شبح الجدة، فبيقلها لا، وبتقله إنه ما طارد حدا بس إيان، وبتقله إنه الطفل الأخير ما حيتم أخده كتضحية لأنه من ذرية الشيطان. وبتقله بركي الجدة كانت عم تحاول تساعدهم، وبتقله كمان إنه أعضاء الطائفة ما بيجوا لياخدوا الطفل بل بيتركوا علامات لرعايته. وهن عم يحكوا بيسمعوا صوت جرس أمهم، ولما بيفتحوا الباب بيشوفوا شبح الأم، ومنشوف إيانو وهو واقف قدام الشباك وعم يحكي بلغة غريبة. ولما بيسألوا بوندي شو عم تعمل بيقولوا عم أحكي مع رفقاتي، وبيصير يضحك. ولما بيطلع بوندي على الشباك بيشوف أشباح مخيفة، وبيروح بوندي بيتخبى تحت الطاولة وبيشوف شبح أمه عم يمشي، وبيكون الشيخ غفيان. ولما بيقوم بيشوف شبح فبيمشي وراه وبيلاقي شبح ابنه، والأب لما بيصحى بيلاقي جنبه الجرس وزوجته جنبه بشكل مخيف، فبيطلع فوراً وبيروح لعند أولاده. وبينزلوا كلهم على غرفة إيان وبوندي وبيشوفوا الشيخ وبيكون كله دم. بعدين بيلاقوا بوندي وبيسألوا عن إيان، وبيشوفوا إيان وهو نازل من على الدرج عم يضحك وشبح الأم نازل وراه. فبيطلعوا كلهم لبرا وبيلاقوا إيان مع شبح الأم، فبيفوتوا على البيت وبصيروا أشباح الأموات يطاردوهم وهن يهربوا منهم، والبيت كله محاوط بأشباح الموتى. وهن جوا بيكون شبح الجدة عم يساعدهم، وبيجي بوليدان وبيقولن يلحقوه، فبيركضوا وراه وبيطلعوا بالسيارة وبيمشوا الأرواح وراهن. وبعد مرور عام منشوفهم ساكنين بالمدينة، وبتجي جارتهم بتعطيهم أكل، ولما بترجع على بيتها بيقلها زوجها لازم نتأكد بإنهم ما حينتقلوا، وبتقله دارمينا إنه صار الوقت لمحصول جديد. ومنشوف عندها نفس البذور يلي رشوهن جماعة الشيطان جنب بيت ريني وأخواتها. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.